عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل عيش طبعا بطريقه سهله، هنسميه عيش الافراح. طيب ايه المكونات بتاعتنا؟ المكونات سهله. معانا كيلو دقيق، معانا كوبايه ميه على اللبن بس دافيه، معانا هنا معلقتين سكر، نص معلقه بيكنج باودر، باكت او معلقه خميره او باكو، وهي دي هي، ومعانا ملح. بس مفيش غير كده، مفيش غير كده. هنعمل اهو، هنضيف المكونات على بعضها، ذره الملح طبعا هنعمل كده. وعلى فكره ممكن تعمليه في الفرن او تعمليه على البوتاجاز. طبعا هننزل المواد السائله اللي هي الميه باللبن، طبعا دافي لان طبعا الجو برد جدا، فلازم ندفي اللبن. طب لما نخلص ده ومحتاجين، على فكره ممكن تعملي ميه من غير لبن، وتزودي كمان، ممكن تزودي كمان لو عايزاه مسكر، يعني تزودي له سكر عشان يبقى طعمه حلو. طبعا انا عجنتها، هحط عليها بس ريحه زيت. معلش بس حابه اقول لكم على حاجه، هتعملي كوبايه ميه على كوبايه لبن، وبعد كده تجهزيها. ممكن تعمليها باللبن وممكن تعمليها بالميه، بس انت هتجهزي جنبك كوبايتين. هتشوفي الاول الدقيق، لان في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق ما بيقبلش. فانا هعمل ايه؟ انا احط اول كوبايه وبعد كده اشوف الكوبايه الثانيه، ابدا احط شويه بشويه. ده كيلو، هعيد تاني، ده كيلو. معلقه سكر على معلقه خميره على نص معلقه بيكنج باودر على شويه ملح او ذره ملح، وفي الاخر خالص هنحط عليها ريحه زيت وهنعجنها. دي ممكن تخبزيها في الفرن او تخبزيها في الفرن اللي هو العادي او تعمليها على البوتاجاز. انا خلصتها دلوقتي عجين، وطبعا انا مغطياها، وبعد كده هتسيبيها في مكان دافي. تسيبيها بقى ساعه، نص ساعه، طبعا الجو بارد. حطيها انت في مكان دافي هتيجي معاك على طول، لان طبعا فيها خميره وفيها بيكنج باودر، هتخمر بسرعه. ماشي، يلا. رجعنا لكم يا حبايب قلبي بعد العجينه ما خمرت او العيش بتاعنا خمر. طبعا انتوا كنتوا شايفينه في الاول، دلوقتي اهو. طب تعرفي ازاي؟ حتى لو انت تبص تلاقيها رجعت تاني. طب هنعمل ايه؟ هنقطعها كور صغيره. يعني هتبصي التقطيع ده بقى عايزه تعملي صغير، عايزه تعملي رغيف كبير، براحتك زي ما انت عايز. طبعا احنا دلوقتي قرصناه. هنعمل ايه؟ بعد ما تقرصيه هتسيبيه مثلا 10 دقايق، سيبيه ربع ساعه كمان، هيبقى جميل معاك. وبكده يا حبايب قلبي خلصنا معاكم العيش، سريع جدا وسهل وطعمه حلو قوي.